هل الزواج الناجح هو اللي مفهوش مشاكل؟ وإزاي يتعامل الزوجين مع اختلاف شريك الحياة في الشخصية والتفكير؟ إيه هي أهم القواعد للتعامل مع اختلافات شريك الحياة؟ وإزاي يكون الزواج إيجابي ومثمر؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. أنجح العلاقات الزوجية مش اللي مفيهاش مشاكل أو توترات، بالعكس، أنجح العلاقات هي اللي فيها شريكين فاهمين إن الحياة الزوجية بطبيعتها فيها تحديات، وعندهم استعداد يقبلوا بعض رغم اختلافاتهم. والأهم من كده كمان عندهم رغبة إن هم يبذلوا مجهود عشان ينجحوا حياتهم مع بعض. الزواج الطبيعي مش معناه إن مفيش مشاكل، ده معناه إن إحنا بنغلط ونتعلم ونكبر مع بعض. الحب والاحترام هما أساس البيت، وبقانون المحاولة والخطأ بيساعدنا نتطور. مش مهم غياب الخلافات، لكن الأهم هو إن الزوجين يعرفوا يتعاملوا مع بعض في اختلافاتهم، وده بيطلعوا منها بخبرات. عشان كده في شوية حاجات بسيطة لو التزمنا بيها هنلاقي زواجنا مثمر وإيجابي. تعالوا نعرفها مع بعض. في شوية حاجات بسيطة لو التزمنا بيها هنلاقي زواجنا إيجابي ومثمر. اسكت لما الموقف يحتاج سكوت، اتكلم في الوقت المناسب، بلاش اتهامات، خلي بينك وبين شريك حياتك صراحة ووضوح، اسمع كويس واحترم رأيه حتى لو مختلف عنك، فكر بموضوعية وتعامل بذوق، ما تنساش اللمسات اللطيفة اللي بتسيب أثر جميل. الزواج المسيحي حاجة مختلفة خالص، ده سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة. الروح القدس بيحل على الزوجين في سر الزيجة ويحولهم من شخصين لجسد واحد، مش مجرد كيانين منفصلين. السر ده بيخلي القلوب تنفتح على بعض، ويدي كل واحد مواهب تساعده يحب التاني ويتفاهم معاه أكتر. وكل ما الحواجز النفسية تقع، وكل ما الزوجين يواجهوا تحديات الحياة مع بعض، الوحدة بينهم تكبر والمعرفة الداخلية بينهم بتزيد. الزواج مش مجرد ارتباط، دي رحلة عمر مليانة حب وتضحية، مسؤولية، فرح حقيقي بيكبر يوم بعد يوم. الحب والاحترام هما البداية، والإصرار على النجاح هو اللي بيكمل الحكاية. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.